احلى مسا عليكم يا جيماويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم محمد عواد. في الفيديو النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وهو الفرق بين الالياف العضليه الحمراء والالياف العضليه البيضاء. اول حاجه حابين نعرف ان كل عضله في جسم الانسان تكون من نوعين من الالياف، الياف حمراء والياف بيضاء. في اشخاص كتير عندهم نسبه الالياف الحمراء اكتر من البيضاء، في اشخاص تانية العكس عندهم الالياف البيضاء اكتر من الحمراء. وده سببه ايه؟ سببه حاجتين بالظبط. اول حاجه تبقى عوامل جينيه، تبقى عوامل وراثيه. تاني حاجه نوع الرياضه اللي انت بتمارسها عباره عن ايه، نوع نشاطك اليومي، يعني حياتك كده ماشيه ازاي وبتعمل نشاط ايه خلال اليوم. هعمل لك كده المقارنه بين الاثنين في جدول على جنب. الالياف العضليه الحمراء تعرفها الياف عضليه بطيئه الانقباض، وده عشان قله الاعصاب المتصله بيها. العكس بقى بالنسبه للالياف العضليه البيضاء، الياف عضليه بيضاء الياف سريعه الانقباض، وده عشان كتر الاعصاب المتصله بيها. تاني حاجه ركز في النقطه دي قوي، الالياف العضليه الحمراء بتاخد طاقتها من الدهون، الالياف العضليه البيضاء بتاخد طاقتها من الجلايكوجين اللي في العضلات والكبد والجلوكوز اللي في الدم. ثالث نقطه، الالياف العضليه الحمراء حجمها صغير، بتتميز بقوه تحملها وقدره تحملها، بمعنى اصح كده ما بتتعبش بسرعه. العكس بقى الناحيه الثانيه، الالياف العضليه البيضاء حجمها كبير جدا، بتتميز بقوه الدفع والرفع، والنقط السلبيه اللي فيها ان هي ما بتقدرش تستحمل، ما عندهاش قوه تحمل. طيب بالنسبه للالياف العضليه الحمراء ليه عندها قوه تحمل كبيره؟ عشان عدد الاوعيه الدمويه الكتيره جدا اللي متوصله بيها. يعني الالياف العضليه الحمراء فيها عدد اوعيه دمويه كتيره جدا، دايما بتمدها بالاكسجين وبالطاقه. بالنسبه للالياف العضليه البيضاء عندها قله في عدد الاوعيه الدمويه المتصله بيها. النقطه اللي بعد كده، الالياف العضليه الحمراء مسؤوله عن قوه التحمل، يبقى موجوده عندك بعدد كبير جدا لو انت بتمارس العاب زي السباحه والماراثون والكارديو الكتير. بالنسبه للالياف العضليه البيضاء مسؤوله عن قوه الرفع والدفع والحجم العضلي الكبير. يعني انت اي واحد بتشوفه في لاعب كمال اجسام حجمه كبير، ده بسبب الالياف العضليه البيضاء. طيب ازاي نقدر نطور النوعين من الالياف؟ اول حاجه بالنسبه للالياف العضليه الحمراء، عشان تطورها لازم تلعب بوزن من متوسط لخفيف مع مده زمنيه طويله نسبيا. يعني هتلعب بوزن متوسط مده طويله، حاجات زي الكارديو زي الماراثون زي السباحه، دي بتشغل معاك الالياف العضليه الحمراء. طيب بالنسبه للالياف العضليه البيضاء هنشتغل بوزن تقيل مع تكرارات وقت قليل، وبين كل مجموعه ومجموعه راحه. ده مش بيفكرنا بحاجه؟ ايوه، نفس تمريننا بتاع كمال الاجسام. احنا الهدف من المجاميع اللي احنا بنتمرنها من اللي هي 8 عدات ل 12 عده ان احنا نزود عدد الالياف البيضاء. طيب دلوقتي انا واحد استفدت ايه اما عرفت الفرق بين النوعين من الالياف؟ هقول لك. بس لو انت واحد دلوقتي بتدور على الحجم العضلي، دخلت الجيم عايز تعمل حجم عضلي رفيع وعايز تعمل حجم عضلي وتزيد في العضلات، يبقى هتشتغل على ايه؟ هتشتغل على الالياف العضليه البيضاء. يبقى تمرينك 70% منه تركيز على الالياف العضليه البيضاء، ان انت بتلعب بوزن تقيل مع تكرارات قليله من 8 ل 12 تكرار. اما ال 30% اللي باقيين هتلعب كارديو، وهتلعب مجاميع عباره عن مجاميع تكراراتها عاليه، حاجات زي السوبر ست والدروب ست. ده اول نقطه. تاني نقطه، لو انت واحد داخل الجيم عندك دهون زياده عايز تنزلها، هتركز على انهي الياف؟ تمام، الالياف العضليه الحمراء. زي ما قلت لك في اول الحلقه ان هي بتاخد مصدر الطاقه بتاعها منين؟ من الدهون. تمام كده. هتخش 70% من تمرينك هيبقى المجاميع فيه تكراراتها عاليه جدا، يعني مش اقل من 15 عده في المجموعه الواحده، من 15 ل 20. ده هيعمل معاك ايه؟ هيحرق معاك دهون زياده. 30% اللي باقيه هتلعبها بتكرارات قليله. الخلاصه، لو انت واحد بتلعب اي نوع من انواع الرياضه لازم هتركز على نوعين من الالياف العضليه. لازم على حسب الرياضه اللي انت بتمارسها لازم تحدد نوعيه الالياف العضليه اللي انت تشتغل عليها. يعني لاعب كمال الاجسام هيشتغل على الالياف العضليه البيضاء، بس مش هيهمل الالياف العضليه الحمراء. لو انت واحد دلوقتي بتلعب سباحه او جري هتركز على الالياف العضليه الحمراء، بس طبعا مش هتهمل الالياف العضليه البيضاء. كده اكون خلصت حلقه النهارده. يا رب الحلقه تكون فادتكم باي معلومه. ما تنساش اللايك، تشترك في القناه لو مش مشترك. لو عندك اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتس هرد عليك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.